السلام عليكم احبائي واهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بليله من ليالي دوري ابطال اوروبا، فيديو من نوعيه من زمان ما عملناها وهي ما قبل المواجهه او بيوم المواجهه اللي بنتكلم فيه تصريحات المدربين، قوائم الفريقين، ابرز الغيابات، الحاضرين، التشكيل المتوقع من بعض الصحف وكذلك من قبلنا نحن. معنا كمان 3 اخبار سريعين حنمر عليهم قبل ما نحكي عن المباراه. وعلى سيره المباراه وتوقع التشكيله، بكل فيديو انا بطلب منك انك تحط لي تعليق، كومنت، تروك كومنت، تتفاعل وحط لايك. الفيديو الماضي انا ما طلبت منك بس مرقت لك معلومه مغلوطه وهي بتشكيله ريال مدريد انه عجبها اليمنى كله شغال، فاسكيز، كرفخال كله شغال يا شيخ، وانهمرت التعليقات، كرفخال غايب، كرفخال غايب يا كابتن، والبعض مستهجنا انت ما بتفهم وما بتتابع، ما بتعرف انه كرفخال غايب. لا بس على فكره هي كلها حركه يعني مشان فرجيكم انه فيني خليكم تعلقوا بالنهايه، بس لا تخاف معلوماتنا اليوم كلها صحيحه. لهيك لايك واترك لي تعليق حلو مثلك، شير هذا الفيديو مع اصدقائك وخلونا نبلش بالتفاصيل. خلي بدايتنا تكون بثلاث اخبار سريعه، ما راح اطول فيهم لانه اغلب محاورنا اليوم عن المباراه، لكن خليني ابدا بخبر عن مانشستر يونايتد واللي بتقول صحيفه ذا اتلتيك وديفيد اورنستين بانه نادي مانشستر يونايتد منفتح على بيع ماركوس راشفورد فيما لو اتى عرض مناسب. طبعا في بعض الاقاويل وبعض المصادر الصحفيه خاصه من الشرق الاوسط بتتكلم بانه في اهتمام من انديه سعوديه باستقطاب المهاجم الانجليزي، وهي فرصه بكل تاكيد راح تكون ممتازه جدا بالنسبه للملاك الجدد وبالنسبه للاداره الجديده لمانشستر يونايتد حتى يتخلصوا من لاعب بهي العقليه، لانه لاعب لا يليق بنادي بحجم مانشستر يونايتد. وانا هون جلبت الخبر حتى انتقد اخبار سابقه كانت الله اعلم من الميرور بتقول بانه اداره اليونايتد حاليا بتخطيطها الجديد لمشروعهم الجديد بيخططوا للاحتفاظ بماركوس راشفورد كونه هو حيكون واحد من اعمده هذا المشروع. فانا اقسم بالله حتى ما نقلت الخبر لانه انا طلعت لي هيك اشارات تعجب فوق راسي وصفنه انه شو عم يصير يا جماعه، ماركوس راشفورد ومحور مشروع شو يا رجل؟ اذا بده يكون مبني على عقليه مثل عقليه راشفورد سريع، بيعطيك مباريات مجنونه فتاكه، انطلاقات، شويط، يعني هيك بتشعر انه احيانا جاي من البلاي ستيشن، لكن بالنهايه لا صدقني لا، هو رجل ضحك علينا كلياتنا وما بيرتقي انه يلعب بنادي بحجم اليونايتد. وانا متاكد انه اغلب جماهير اليونايتد حاليا بتكون عم تدعي الله معك والقلب داعي لك. بدون ما اطول عليكم تعالوا لعند ليفربول. مثل ما بنعرف صار في ملاسنه بين محمد صلاح وكذلك يورجن كلوب بالمباراه الاخيره واللي سقط فيها الريدز، واللي شهدت ملاسنه بين المدرب الالماني وكذلك النجم المصري محمد صلاح اسطوره نادي ليفربول. كثير من الاقاويل، كثير من القيل والقال، لماذا وما الى ذلك، ناس بتهاجم يورجن كلوب وناس بتهاجم محمد صلاح، وما اكثرهم اللي بيهاجموا هاد واللي بيهاجموا هاد، وكل واحد شايف انه الثاني مخطئ 100%. في البدايه طبعا شو اللي حصل؟ اللي حصل انه لما كان يورجن كلوب بده يدخل محمد صلاح باخر 8 دقائق او 10 دقائق تقريبا، انفعل محمد صلاح، صار في ملاسنات، اشار له انه 8 دقائق فقط بدك تنزلني، لا استطيع القيام بشيء خلال هذا الوقت. ما معناه يعني؟ طبعا هاي الملاسنه حصلت بعد ما كان يورجن كلوب مادد ايده بده يسلم على صلاح وصلاح مو منتبه او هو تجاهله بقصد، بعدين لما انتبه له خبط ايده وضل ماشي يعني، بعدين حصلت هي الملاسنه. لكن انا بشوف ان الموضوع بكل امانه ما راح اقول لك صغير، هو كبير ما انه صغير بالنهايه، لكن انا بعتبره عصاره ذهنيه، يعني موضوع تراكمات ذهنيه، كان الفريق ناوي يعمل شيء وبالنهايه ما زبطت معه، وكل ما لعب تجيهم الضربات الضربه تلو الاخرى، فطلعت الفشه بهي الدقيقه. وايضا بالمقابل طبعا يورجن كلوب يعني مو منطقي انت دائما تارك محمد صلاح على الدكه بطريقه مستفزه بكل امانه، يعني كانت لا انت مو منطقي، يعني انت هو نجمك الاول، هو هداف ليفربول التاريخي، هو اسطوره من اساطير الدوري الانجليزي، شاء من شاء وابى من ابى، وافضل لاعب بتاريخ ليفربول، واعطيني اي اسم ممكن يعلي عليه، عم اقول لك لاعب من اساطير الدوري الانجليزي، من افضل من وطأت اقدامهم الدوري الانجليزي، بدون جدال، يعني ما في خلاف على هذا الموضوع بالاساس كقيمه. لكن هل اخطا محمد صلاح؟ كان ممكن انه خلاص، يعني خلاص انت كمان لاعب المعروف عنك كعقليه لاعب، نحن بنتكلم الان ما بيهمنا مواقف وكذا، نحن بنحكي كره قدم احبائي، انت لاعب بعقليه احترافيه، ما بدنا نضحك على بعض، بل باحترافيه عاليه جدا، كان ممكن تمرق هالاسبوعين الثلاثه اللي بقيوا وخلاص فضت تصير، يعني الرجل ماشي وانت ربما تمشي وربما تبقى. طبعا اغلب التقارير بتقول بانه لا، محمد صلاح غالبا حيبقى. لحد الان فابريزو رومانو بيصر بانه محمد صلاح باقي، الله اعلم بيبقى ام لا، لكن انا وجهه نظري اسبوعين 3 4 حتتصافى القلوب وما في شيء، ويا دار ما دخلك شر. بالنهايه يورجن كلوب له فضل على محمد صلاح لا يمكن انكاره، بل على العديد من اللاعبين، ومحمد صلاح بكل تاكيد له فضل لا يمكن انكاره على ليفربول باكمله بكل تاكيد. لا حدا يقولني ما لم اقوله، انا ما عم احكي محمد صلاح لا هو ليفربول ولا اعلى من ليفربول، وهذا شيء مستحيل طبعا، انا بحكي له فضل بكل تاكيد ايضا لا يمكن انكاره، لكن تحطوا لي ارائكم بالتعليقات. وخلينا بس ناكد بانه تم توقيع العقود بين ليفربول وكذلك أرني سلوت اللي هو المدرب الجديد لنادي ليفربول خلفا ليورجان كلوب. ليش ما تم الاعلان الرسمي؟ بحسب سكاي وفابريزيو رومانو انه حيتم الاعلان خلال هذا الاسبوع، يعني يا اما خلال اليومين القادمين او داخل الاسبوع القادم، الله اعلم، لكن تم توقيع العقود بشكل رسمي، ما عاد الموضوع مفاوضات، ما عاد الموضوع هل متفقين ام لا، تم التوقيع على كل شيء. أرني سلوت مدربا لنادي ليفربول، وننتظر فقط
الإعلان الرسمي خلال عدة أيام. أما إذا بنفوت بمعمعة اليوم ومعركة اليوم، وعلى فكرة أنا لابس لكم أرسنال، إن شاء الله فاكرين إنه نحن خرجنا من البطولة يا حبيبي. لا 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 لا، ما أصلا نحن اليوم في لاعب من لاعبينا حيكون موجود بأرض الملعب. إيه بأرض الملعب على فكرة، بجوز تستغرب. ليوناردو تروسارد هو حكم مباراة اليوم يا شيخ، إذا ما بتعرف راجع هي المعلومة صدقني. هلا إذا بدنا نحكي جد هو اسمه كليمان توربين يعني، بس هو شبيه ليوناردو تروسارد. وبالإياب بسانتياغو برنابيو حنبعث لكم مارتن أوديغارد كمان. قولوا ما أننا مكملين معكم لنصف النهائي. بكل الأحوال خلينا نشوف أول شيء تصريحات المدربين ما قبل هي المباراة. هو نوع من الفقرات او الفيديوهات على فكره من زمان ما عملناه، الناس القديمه معنا بتتذكر انه ايام ما كنا نعمل قبل كل مباراه كل 3 ايام في نوع من هاي الفيديوهات مستعرض تصريحات المدربين، قوائم اللاعبين كذا، يعني نوع من الفيديوهات بيسلي بغير جو نوعا ما. كارلو انشيلوتي بالبدايه قبل هي المباراه طبعا بالمؤتمر الصحفي اكيد شدد على قيمه نادي بايرن ميونخ وقديش هو انه نادي عريق ونادي من الانديه التاريخيه على مستوى كره القدم، لكن ايضا ذكر بقيمه ريال مدريد انه لا احد يستهين بريال مدريد، تعرفون ما نستطيع فعلها. فمن ضمن ما قاله مثلا ضمن السياق قال لا يمكن التقليل ابدا من قيمه ريال مدريد في دوري الابطال، طبعا هم بعد ما كان متكلم عن قيمه نادي بايرن ميونخ. الجميع يعرف ماذا نستطيع ان نفعل، نحن نشعر باحترام كبير في هذه المسابقه او نحظى باحترام كبير من الجميع في هذه المسابقه. نحن نحترم بايرن ميونخ بكل تاكيد، هم لم يقدموا موسما رائعا على مستوى الدوري المحلي، لكنهم قدموا مباريات مذهله امام ارسنال في الدور الماضي في ربع النهائي. بايرن لديه جودة وتاريخ في دوري أبطال أوروبا. وأحبائي أنا حابب نوه لشغلة إنه أنا مثل كارلو أنشيلوتي عفوا، أنا ما شفت حدا ذكي بالتصريحات وشخص ما فيك تاخذ منه لا حلال ولا حرام بالمؤتمرات الصحفية. ما بعرف إذا الناس بتلاحظ هذا الشيء بكل تصريحاته، في ناس بتاخذها من باب السخرية ومن باب كذا، إنه كل تصريحاته بتشعر إنه هو عم يعطيك كل شيء بدك إياه، لا هو ما بيعطيك شيء لا حلال ولا حرام. ربما تقريبا زين الدين زيدان بيشبهه، وربما انا دائما كنت اقول زين الدين زيدان، لكن ايضا كنت نسيان كارلو انشيلوتي وربما هو افضل مدرب على مستوى التصريحات بكره القدم العالميه، ما بيعطيك لا حق ولا باطل، بس بيمرق لك المؤتمر الصحفي بشكل اكثر من رايق وبشكل اكثر من رائع. اما اذا مرنا عن توماس توخيل فاشاد كثير بنادي ريال مدريد، لكنه بنفس الوقت هددهم. كيف؟ تعالوا لنشوف. قال سنواجه افضل فريق في العالم، لذلك نحن بحاجه الى ان تكون الاجواء استثنائيه، نحتاج دعم الجماهير حتى في اللحظات الصعبة. طبعا هم بإشارة وكذلك في رسائل كتير من إدارة البايرن بأنه املأوا الملعب عن بكرة أبيه، بكل تأكيد حيكون ممتلئ. طبعا هو أصلا تم حجز التذاكر كلياتها يعني، وحيحاولوا يعملوا تيفو كامل، فبيطالب دعم الجمهور وتصعيبه قدر الإمكان على نادي ريال مدريد، لأنه أنت بهيك مواجهات سواء كنت ريال أو بايرن بدك تحاول تستخدم كل الأدوات بكل الأطراف بكل شيء بتتخيله أو ما بتتخيله حتى تحاول تضغط على خصمك، لأنه أنت بتعرف أنه خصمك يجب أن تقتله ثم تحرقه ثم تصلبه 7 أيام أو شهرين بالشمس، بعدين ترجع تحرقه، بعد ما ينحرق بتنثر رماده وربما يقوم مجددا، الله أعلم ما بنعرف يعني. فإذا نرجع عن توماس توخيل بيقول عندما نلعب ضد ريال مدريد تواجه فريقا متكاملا والتركيز سيكون كاملا مع المباراة. لكن الملفت للنظر انه توماس توخيل توقع انه سيرجي جنابري يسجل هدف. بعد شوي عندي تعليق على هذا الموضوع، بعد شوي بالفقرة اللي بعدها، لانه قال سيحدث ذلك بخصوص تسجيل سيرجي جنابري، لانه الصحفي هو استقصد يسأله هل سيسجل سيرجي جنابري؟ فقال له نعم لا أعرف كيف سيحصل ذلك لكنه سيحدث، سيرجي جنابري سيسجل. هلا هون شوف الصحفي بيكون هو شو بده خبر انه هل حيلعب سيرجي جنابري ام لا، هو هذا اللي بده يوصل له على فكرة يعني. فلما قال له ايه فهو الصحفي بيكون انه خلص اوكي اخذنا الاوكي، ما حيلعب سيرجي جنابري. بوجهة نظري ما حيلعب سيرجي جنابري كاساسي، لازلت اظن هذا الشيء، الا اذا توماس توخيل عنده خطة اخرى او شيء مثلا يعني. بكمل توماس توخيل عن الانتقادات اللي تعرض لها مؤخرا من اولي هونيس مثل ما بنعرف. قال مدريد لا يوجد هنا سوى هذه المباراة فقط، لا تكلموني عن أي شيء أبدا. شو القصة؟ أولي هونيس لأنه يعني أسطورة بايرن ميونخ انتقد توماس توخيل، قال إنه مدرب لا يملك شيء، لم يقدم شيء لهذا النادي، لا يستطيع تطوير اللاعبين. اتكلم مثلا عن أظن ساني، اتكلم عن جمال موسيالا، اتكلم عن الفونسو ديفيز كذلك الأمر، فقال إنه هو ما بيقدم شيء أبدا، وهذا شيء يعتبر قلة احترام من أولي هونيس. أولي هونيس أسطورة لا خلاف عليها، لكن ما بيحق لك تتكلم بالعلن عن مدرب فريقك او اي مدرب حتى فكره بالعالم بهي الطريقه وبتصريحات صحفيه. هي الاداره وبعض مسؤوليها واساطيرهم احيانا بتشعر ان بيفقدوا السيطره، يعني بيطلع انه تصريح ما بمكانه. انا بس هيك حوصف الموضوع، ما حوصفه بطريقه ثانيه. اما اذا بنروح لقوائم الفريقين فبنشوف انه بايرن ميونخ غالبا تقريبا حيكون بسكواده الكامل باستثناء ماتياس دي ليخت. ماتياس دي ليخت هو اللاعب اللي كنت متوقع انه لا حيلعب وحيتواجد الرجل، لكن واضح انه لا
الرجل حيتم غيابه عن مباراة اليوم، حتى لو تم استدعائه على فكرة انه هو اساسا موجود بالنادي بكل تأكيد. فمثلا عندنا جمال موسيالا، لايمر، سانيه، كلياتهم تدربوا بشكل طبيعي مع النادي البافاري، لانه في ناس بتحكي لك انه لايمر غايب، لا، لايمر حيكون موجود بالقائمة بشكل مؤكد، بل ذكروها حيكون لاعب اساسي اليوم بالمباراة. اما اذا مرور لقائمة ريال مدريد اليوم للمباراة، القائمة لحد الان نحن احبائي بنتكلم بالقوائم وليس بالتشكيلة، يعني القائمة المستدعاة. كارلو أنشيلوتي استدعى الفريق كامل كله 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 كله، حتى مع كرفخال اللي معه بطاقات وانه ما حيلعب، يعني هو معه بطاقات، تراكم بطاقات، مع هيك استدعى القائمة وسافر، سافر مع البعثة وكله كامل. يعني كارلو أنشيلوتي ما وفر حدا، حي الله حدا مارق من قدام الشارع تعال اطلع بالطيارة، ما خلى حدا. كل فريق ريال مدريد سافر مع البعثة كلياتهم، ديفيد ألابا، كورتوا، داني كرفخال، كل اللاعبين كاملين. يعني لا تسأل، ما حنعد اسماء، كل ريال مدريد سافر إلى ميونخ، حتى اللاعبين الموقوفين. هلا بتسألني مثلا ليش أحيانا بيكون لاعب مثلا عم يتعافى مثل كورتوا، مثلا ميليتاو، يعني يا دوب نص نص تقريبا، او هو شبه جاهز تقريبا خلينا نحكي، مثل كرفخال، ليش مثلا بيتم استدعائه؟ فكره احبائي بكل بساطه، دائما بنكرر نحن كره القدم مو مثل ما بنظنها، دائما بننزع الانسانيه منها، هي عباره عن عالم، عباره عن حياه. فهدول مثل الشركه، مثل المشروع، مثل الحرب، شو بدك تسميه سميه، هو حيحضر ما حيلعب، لكن التلاحم نحن موجودين مع بعض، انت ضع نفسك مكانهم. فلا، كلياتنا لازم نكون موجودين مع بعض، ندعم بعض، موجودين مع بعض، نعيش الاجواء مع بعض، لانه انت ككربخال حتكون موجود بالاياب كمثال. فانا بس حبيت اذكر هذا الموضوع حتى ما ننسى وما نحاول ننزع الانسانيه من هي اللعبه بدون ما نشعر، هن بالنهايه بشر، فلازم يحاولوا يضلوا متكاتفين قدر الامكان بشكل دائم، وهي خطوه حلوه كثير من العراب أنشيلوتي. اما اذا مروا لتشكيله الفريقين المتوقعه، فخليني بلش بالبدايه بتشكيله صحيفه آس، كونه هي اول صحيفه بترزع دغري مباشره يعني تشكيلة المتوقعة لقمم المباريات بشكل عام، وعلق عليها، بعدين بنشوف انه شو انا التشكيلة اللي برجحها بالنسبة لقمة اليوم. بالنسبة مثلا ريال مدريد، بداية توقعت انه يكون عندنا اندري لونين بحراسة المرمى، اكيد طبعا اللي هي الأربعة 2 2 2 كما هو متوقع. طبعا توقعت انه يكون لوكاس فاسكيز على اليمين، فيرلاند مندي على اليسار، متفقين، روديجر وناتشو او تشواميني، هو نفس كلامي تقريبا، انا متوقع ناتشو او تشواميني، ممكن تشواميني هو اللي يكون. ميليتاو ما حيلعب اليوم، برجع باكد. ثنائي محور مزدوج، حيكون عندنا توني كروس وبجانبه كامافينجا او تشواميني، يعني كمان نفس كلامي 100%، انا متوقع نفس التشكيل بفيديو البارحه، طبعا اتفق 100%. فيدي فالفيردي على اليمين، كذلك جود بلينغهام على اليسار، طبعا هذا كله على الورق الكلام بالنهايه، لانه هي التشكيله بالنهايه حتكون اقرب ل 4-3-1-2، جود بلينغهام وخلف المهاجمين رودريجو وكذلك فينيسيوس جونيور، هيك تتوقع صحيفة آس. أما بالنسبة لبايرن ميونخ، فتوقعت صحيفة آس من مدريد بأنه حيدخل بنوير أفضل حارس في التاريخ في حراسة المرمى، إيريك داير وكيم مين جاي كثنائي قلوب دفاع، متوقع بكل تأكيد كونه غالبا حيكون ديليخت خلاص ما أنا موجود، وأوبن مكانه ما حتبدأ فيه هيك مباراة، يعني أنت مو ناقصك كتلة غباء موجودة على أرض الملعب، مع أنه غريب أوبن مكانه الرجل اللي كنا نمدحه وكنا نتوقع أنه كبار الأندية، وليكو هاي بايرن ميونخ يعني أخذوا بالنهاية، لكن غريب التوهان اللي عم يتم في هذا اللاعب. بكل الاحوال ما علينا. على الجبهه اليمنى جوشوا كيميتش، وعلى اليسار حيكون اكيد نصير مزراوي، مثل ما اني متنبأ ايضا نصير مزراوي اكيد حيلعب على الجبهه اليسرى، وكيميش على الجبهه اليمنى، وامامهم الثنائي واللي هنا حيكون لايمر وغوريتسكا، ليون غوريتسكا. في المقدمه حيكون سانيه على اليمين، كذلك جيريرو على اليسار، وجمال موسيالا، وامامهم هاري كين. اما اذا بنشوف صحيفه بيلد من المانيا، فبنشعر انه هي اكثر صرامه، اعطتك التشكيله من الاخر بدون خيارات ابدا، وهذا التشكيل اللي انا بروح معه بكل امانه، يعني انه حيكون عندنا من ناحيه ريال مدريد لونين بحراس المرمى تشواميني، روديجر، فاسكيز، مندي، امامهم الثلاثي فالفيردي، كامافينجا، توني كروز، بيلينغهام، رودريجو وفينيسيوس جونيور. اما بالنسبه للبايرن ميونخ، نوير، كذلك كيم مين جاي، إيريك داير، عندنا كيميتش ومزراوي، غوريتسكا، لايمر مثل ما تكلمنا، جيريرو، ساني، موسيالا، وهاري كين. كله بيسألك وين سيرجي جنابري؟ ما أتوقع كنظرة فنية يبدأ بساني وجنابري مع بعض، ما حتزبط. طبعا أنا ما بعرف جاهزية جنابري كذا من عدم إذا كانت مؤكدة، لكن بيلد لما بتحاكيك بتشعر إنه كلامه قوي جدا، بس فكرة جيريرو أمام مزراوي أفضل. ليش؟ عشان تلعب بشكل أقرب، لاحظوا ما عم يكون نفسه، هو أقرب لريال مدريد الأربعة 2-2-2 تقريبا، أو 4-3-1-2 تقريبا. ليش؟ عشان تخلق توازن قدر الإمكان، وببعض الأحيان تتفوق، لأنه جيريرو ما حيلعب جناح، حيلعب جناح مقلوب، يعني أقرب لعمق الملعب أو وسطه تقريبا، هيك بيلعب جيريرو، فحتستفيد قدر الإمكان من هذا
الموضوع. اما بالنسبه لتوقعاتي للمباراه لحد الان ما اختلفت، مباراه صعبه جدا من ناحيه توقع السيناريو بل حتى توقع النتيجه، وطبعا هو التوقعات هي بالنهايه مجرد لعبه وتسلاي لا اكثر ولا اقل بيناتنا. صعب جدا ان تصيب معك الامور بشكل دائم، وخاصه بموسم مثل هذا اللي ما عم تزبط معي الامور ابدا بشكل غريب ومريب، ما بعرف ليش، لكن لا زلت اتوقعها ثنائيه مقابل ثنائيه. اكبر سؤال كتبته على فيسبوك ولا زلت بساله، وحابب انتم تجاوبوني جميعا احبائي الكرام عن هذا السؤال بالتعليقات: كيف حيكون مجهز كارلو انشيلوتي لهاري كين؟ كيف؟ وهون انا حابب اوضع صوره، يعني نشرت على فيسبوك وكتبت مقال طويل عنها، صورة هاري كين بيلعب وروديجر من تحته، يعني مثل انه يعني مثل كمية طريقة مراقبته لإيرلينغ هالاند. فكتبت انه احيانا بيتم استخدام او تسطيح موضوع كامل بلقطة، والله خلاص انتهى هاي موضوع هاري كين، فخلاص هذا هو، شوفوا كيف حيكون اخره، يعني روديجر حيمسكه وانتهى الامر. لا، هاري كين مانو هالاند، هاري كين مانو ليفاندوفسكي ابدا، يعني لا يمكن. يعني انت جلبت لقطه ووضعتها بموضع غير موضعها، لانه يعني هذا اللاعب ما حيكون بهذا الموقف اساسا، هو ما راس حرب سترايكر ثابت، هو لاعب محطه، هو ابديت يعني اعلى، يعني نسخه مطوره من كريم بنزيما، من روبرتو فيرمينيو، شيء خارق جدا. هو لاعب محطه، حتشاهده بيسقط للعمق بشكل زياده عدديه، بيستلم وبيسلم من لمسه واحده بنص الملعب، مو عند خط دفاعك، انت بنص الملعب حتلاقيه بيستلم وبيسلم وبينطلق مثل الصاروخ، وما حتعرف تتنبأ له. هو وجمال وسيالا بيعملوا ثنائيات خرافيه، بل هو والسانيه احيانا على الجبهه اليمنى، او كذلك جيريرو اللي بيكون معه بالعمق احيانا، واحيانا هو اللي بيفتح الملعب. هاري كين حركي بشكل كبير. كيف حيحاول كارلو انشيلوتي يوقف هاري كين؟ هذا السؤال حاب انتم تجاوبوني عنه بالتعليقات. اما بالنسبه لنتيجه المباراه برجع بكرر توقعاتي هدفين مقابل هدفين، بدي انتم ارائكم بكل شيء تكلمنا عنه من البدايه وحتى النهايه. بنشوفكم ان شاء الله تعالى بعد المباراه بدردشه عنها، ما بحب كلمه تحليلها. بشوفكم على خير والسلام.